السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة جبت لكم وصفة مميزة جدا، الزيتون التفاحي والليمون المعصفر. هقول لكم على أسرار تخليه مظبوط زي الجاهز وأحلى. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة، مكونات موجودة عندك في البيت. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. أول حاجة أنا جبت 3 كيلو زيتون تفاحي أخضر بالحجم ده. طبعا هغسله كويس جدا قبل ما أشقه، وبعد ما غسلته وصفيته في المصفى هجيب بقى السكينة كده وأشقه شقة واحدة بس بالشكل اللي أنا بعمله ده. جربوا بقى طريقة الزيتون دي، جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة والطعم ولا غلطة، حقيقي جميل ويستحق التجربة. اعمليه بطريقتي دي هتنبهري بالنتيجة فعلا. بعد بقى ما بقطع الزيتون كده وبشقه كده بقى معايا جاهز ما شاء الله اللهم بارك. هجيب بقى مية مغلية من الكتل. لكل كيلو زيتون هحط رتل مية سخنة. ده كده أول لتر مية مغلية، ودي التانية، وهضيف اللتر التالت. ولكل كيلو زيتون هضيف 5 معالق كبار ملح. لكل كيلو زيتون هنحط 5 معالق، يعني ال3 كيلو هنحط 15 معلقة ملح. اهم حاجة تمشوا على الخطوات بالظبط، وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تمشوا على الخطوات بالظبط، يطلع معاكم الزيتون ناجح 100% بالطريقة دي. بعد بقى ما ضفت ال15 معلقة ملح، وهضيف 3 معالق لكل كيلو زيتون سكر. كده بقى هنضيف 3 في 3 ب9، يبقى 9 معالق سكر كبار بنفس المعلقة اللي انا عيرت بيها الملح. بعد بقى ما ضفت ال9 معالق سكر بالشكل ده، هقلب بقى السكر والملح والمية سخنة كده لحد ما يدوب السكر والملح بالشكل ده. بعد كده بقى هركن المية دي كده لحد ما تبرد خالص. هجيب نص كيلو جزر غسلاه كويس جدا ومقشراه، وهجيب بقى المبشرة دي. انا هبشر 3 جزرات كبار بالمبشرة، وبقية الجزر هقطعه حلقات كده احطه مع الزيتون والليمون. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. هبشر الجزر كده لحد ما اخلص ال3 جزرات الكبار بنفس الطريقة دي كده. انا بحب ابشر نص الجزر مع الزيتون، والباقي املحه معاه. وهجيب بقى باقي الجزر هقطعه بقى كده الحلقات تخينة شوية مش رقيقة عشان هيتملح مع الزيتون والليمون. هقطعه بقى كده بالشكل ده، وهحط برضو مع الزيتون بيدي طعم وشكل احلى واحلى. بعد بقى ما قطعت الجزر بالطريقة دي هركنه برضو على جنب لحد ما اخلص بقية المكونات. وهجيب بقى الليمون برضو هقطعه لشرايح كده زي الجزر بالظبط. وانتي بتقطعي بقى شرايح الليمون ما تسيبهاش رفيعة، خليها سميكة زي الجزر، تكون بالشكل ده، ما يكونش رفيع عشان تيجي تاكليه مع الزيتون والجزر بيدي طعم في منتهى الجمال والحلاوة. انا هقطع بقى ربع كيلو ليمون كده مع ال3 كيلو زيتون، تيجي تاكليه بقى الليمون مع الزيتون طعمه في حتة تانية خالص. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. بعد بقى ما قطعت الليمون شرايح هو كده معايا جاهز. ده حزمتين كرفس، انا بحب احط الكرفس مع الزيتون انه بيدي طعم في حتة تانية خالص، حقيقي جميل وطعمه احلى واحلى. بقطع بقى حزمتين الكرفس كده القطع صغيرة بالشكل ده. اهم حاجة تقطعيه قطع صغيرة كده يكون ناعم بالشكل ده. اجيب بقى نص كيلو ليمون وهعصره بقى بالعصارة دي كده. اهم حاجة يكون الليمون صافي، ما ضيفش عليه اي اضافات ولا مية ولا اي حاجة. بجيب بقى العصارة كده بعصر الليمون صافي، لان الزيتون بياخد كمية كبيرة من عصير الليمون عشان يلحق يستوي فيه. بعد ما بعصر بقى الليمون كده هيديني كوباية وربع كده عصير ليمون صافي. بجيب بقى المكونات بتاعتي كده جاهزة كلها، الفلفل الاخضر مقطعاه وكل المكونات دي غسلاه، والفلفل الاخضر الصغير دوت هملحه مع الزيتون. المكونات دي كلها انا محضراها كده بقى معايا جاهزه، شرايح الليمون والفلفل وبشر الجزر وكل المكونات دي، والزيتون انا طبعا غسلاه مرتين وشقاه من النص كده. هجيب بقى الفلفل الاحمر وهضربه بقى في الكبه واطحنه ناعم مع الفلفل الصغير دوت. حامي جدا الفلفل دوت، موجود في السوق دلوقتي ورخيص مش غالي. طبعا هفرم بقى الربع كيلو الفلفل الاحمر، هحطه طبعا على الليمون وعلى الجزر وعلى الزيتون، بيبقى طعمه تحفه قوي في الزيتون. هفرم بقى الربع كيلو الفلفل الاحمر كده وانعمه كويس جدا عشان احطه مع الزيتون والجزر والفلفل والليمون، هيكون معايا بالشكل ده. وهجيب بقى الفلفل الاحمر الصغير ده حامي جدا دوت، وهفرمه برده ناعم
اهم حاجه تفرمي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر ده ناعم جدا. بعد بقى ما فرمت الفلفل الاحمر والفلفل الصغير الحامي ده بالشكل ده كده، هفضيهم كده على بعض. كده بقى معايا الفلفل جاهز ما شاء الله. هجيب بقى الزيتون واحطه بقى في كرونه كبيره شويه كده عشان اعرف اقلبه كويس، واجيب الجزر المبشور. كل المكونات دي هحطها مع بعض، وشرايح الليمون. شايفين بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. وانا هملح الفلفل الصغير ده كده مع الزيتون والليمون. شايفين بقى الجمال، جميل جدا في التمليح دوت. وهجيب شرايح الجزر واضيفها برده فوق المكونات كلها. وده ربع كيلو فلفل حامي برده. واجيب الكرفس وهضيف كل المكونات دي كده كلها مع بعضيها. وهجيب بقى نص الفلفل، هسيب ربعه بس كده لليمون المعصفر. وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعضيها. هجيب بقى 3 معالق كبار عصفر بيتباع عند العطار كده 3 معالق. وهضيف 3 معالق حبة البركة. المكونات اللي انا ضفتها دي تدي طعم في حتة تانية خالص. بجيب بقى ورق لوري بقطعه كده لقطع صغيرة على المكونات دي كلها. وهضيف 3 معالق صغيرين كده توم مفروم. لكل كيلو زيتون معلقة صغيرة. وبقلب بقى المكونات دي كده. بعد كده هضيف كوباية وربع عصير ليمون صافي بدون اي اضافات. وهوزعه كده على المكونات. وهقلبهم بقى كويس جدا. اهم حاجه بقى تقلبي المكونات دي كده كلها مع بعضيها عشان الليمون والمكونات كلها تتشرب مع الزيتون والفلفل والليمون. شايفين بقى الفلفل الاخضر الصغير والفلفل الكبير. كل المكونات جميله جدا وطعمها احلى واحلى. جربوا طريقتي دي والله هتعجبكم جدا، لان انا عاملاه فعلا جميل ويستحق التجربه. جيب بقى البرطمانات دي، انا غسلاها كويس جدا ومعقماها. بسيب بقى البرطمانات دي كده لحد ما تنشف. هوزع بقى الزيتون كده في البرطمانات. هشوف هتاخد مني كام برطمان ال3 كيلو مع الفلفل والجزر والليمون. وهوزعه كده بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه كلها في البرطمانات. فعلا جميل، اتمنى تجربوهم بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. وانت بقى بتوزعي الزيتون كده وفلفل والليمون، تضغطي بايدك كده في البرطمان عشان طبعا ميبقاش فيه هوا. اهم حاجه توزعيه بالتساوي كده والفلفل بالشكل ده. واضغطي كويس كده على الزيتون لحد ما الزيتون يتكبس في الليمون كده بالشكل ده. بقى عصير الليمون كده والعصفر وهوزعهم في البرطمانات بالتساوي. بعد بقى ما ضغطت كده اجيب بقى الميه المغليه بالملح والسكر. بعد ما بردت هوزعها كده في البرطمانات لحد ما املى البرطمانات كلها من الميه المغليه بالسكر والملح. هكمل بقى توزيع البرطمانات كده لحد ما اخلص الكميه كلها و3 برطمانات. ال3 كيلو عامل لي 3 برطمانات كبار كده من الزيتون والليمون والفلفل. هعمليهم كده لحد ما اخلص الكميه كلها. ولو فضلت معايا ميه مغليه بالسكر والملح برضه هعمل بقى الليمون المعصفر. بعد بقى ما بملى البرطمانات كده كده بقى معايا جاهزين. هجيب بقى معلقتين زيت كده فوق وش البرطمان. واجيب ورق لوري واغطي بقى الزيتون كده بالورق اللوري علشان ما يعملش الريم الابيض بتاع الزيتون. جربوا بقى طريقتي دي هتعجبكم جدا. هوزع بقى الورق اللوري كده على ال3 برطمانات بالشكل ده فوق الزيتون. كده بقى الزيتون خلصته. كده بقى معايا جاهز ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الزيتون وجماله سهل بقى ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله. هجيب بقى كيسه كده واغطيه كويس جدا. اهم حاجه تغطيه برده بالكيسه كويس جدا وتقفليه وتقلبيه كده يمين وشمال ومن فوق ومن تحت عشان المكونات كلها تندمج مع بعض. وال3 برطمانات هعملهم بنفس الطريقه كده. اهم حاجه برده تقفليهم كويس جدا وتقلبيهم يمين وشمال كده من فوق ومن تحت برده. كده بقى معايا جاهز الزيتون ما شاء الله اللهم بارك. اقفلهم بقى كده. و3 اسابيع او 4 اسابيع افتحي بقى الزيتون وشوفي جماله وطعمه احلى واحلى. لو مشيتش على الخطوات بالظبط يطلع معاك الزيتون ناجح 100% بالشكل الجميل ده. هجيب بقى ده كيلو ونص ليمون. غسلت الليمون كويس جدا وحطيت حله كده على النار فيها ميه. وهنزل بقى بالليمون كده واقلبه تقلبتين واخليه يغلي غلوتين بالظبط كده. واول ما يغلي كده اطلعه كده من الميه المغليه دي. ما تخلوش يغلي كتير ولا يستوي كتير لان انا هملحه بالعصفر وحبه البركه. كده بقى معايا الليمون جاهز. هسيبه يبرد على جنب. واجيب بقى العصفر بقيه العصفر اللي انا كنت جايباه مع الزيتون وحبه البركه. وهضيف معلقه كبيره كده من الفلفل المطحون الحامي. وهجيب معلقه كبيره توم مفروم وهقلبهم مع بعض كده عشان احشي بيه الليمون المعصفر. كده بقى معايا جاهز. بجيب بقى الليمونه وهقطعها ل4 ارباع.
عايزه تقطعيه نصين براحتك. وهحشي بقى الليمون كده يديني الشكل الجميل وطعمه بقى في منتهى الجمال. كده بقى الليمون بحشيه بطريقه جميله، وهحطه بقى في الطبق لحد ما اخلص الكيلو ونص ليمون بالشكل ده. وقطع الليمونه 4/4 واحشيها بقى، وشوفي الطعم والشكل احلى واحلى. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي يوصلكوا كل جديد، ومشاركه الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. بعد بقى ما حشيت الليمون، شايفين بقى الجمال، الطبق بيتكلم عن نفسه. واجيب بقى الفلفل دوت، قرنين فلفل، مش هحط فلفل كتير لان انا حاطه فلفل كتير في الزيتون. بجيب ورق لوري كده في البرطمان، وهوزع بقى الليمون كده بالتساوي. اهم حاجه احط ورق اللوري في قاريه البرطمان، بيدي طعم جميل جدا. ووزعي الفلفل بقى، هو مش ياما بس انا هحط كده حبه صغيرين من الفلفل والليمون والفلفل الحامي اللي انا حاشه بيه الليمون، طعمه بقى في حته تانية خالص. بعد بقى ما حشيت البرطمان الليمون بالفلفل بالشكل ده، هوزع بقى الميه دي. طبعا انا عملتها من بقيه العصفر وحبه البركه، ودي كوبايه صغيره عصير ليمون، وبضغط بايدي كده. وهجيب بقى الميه بالملح والسكر بعد برضو ما بردوا، هوزعه كده في البرطمان لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. بجيب بقى معلقه فلفل احمر كده بوزعها فوق الليمون، وهضيف معلقه كبيره كده زيت فوق الليمون، واضغط بقى بالمعلقه كده. اجيب بقى 4 ورقات من ورق اللوري واغطي الليمون، وهجيب بقى شرايح الليمون اللي انا عصراها كده واحط برضو فوق الورق اللوري. واجيب بقى كيسه واغطيه برضو كويس جدا، وهقلب البرطمان بالشكل ده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض. كده بقى معايا جاهز. اجيب بقى السكينه واقطع الكيسه كده. كده يكون الزيتون التفاحي بالليمون المعصر جاهز. جربوه وهتدعوا لي. ودي كانت طريقتنا النهارده، سهله وبسيطه وطعمها يجنن. ما تنسوش تجربوها، وبعد 3 اسابيع او 4 اسابيع هتلاقوا الزيتون اتخلل وبقى زي العسل. وبألف هنا عليكم يا حبايبي. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. واشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. واستنوني في وصفات تانية جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.